وقطعت النفس تحكي للمشاهدين الجريمه البشعه. من قيمه 6 ايام بالظبط الجليسه اللي عندي في اجازه، وانا كنت لوحدي في الشقه. الساعه 3 الفجر لقيت واحد ملثم اسود حط المخده على وشي عاوز يموتني. قعدت اقاومه، ايوه مفيش فايده، لقيت نفسي مش هقدر عليه وهيموتني. فعملت نفسي ان انا اغمى عليا وقطعت النفس. لما لقاني كده مغمى عليا او مت زي ما يقول، بعد الشر عليك الله يخليك، راح مقلعني الذهب اللي لابساه كله. أيوة. والحلق كنت لابسه كوليه خده. ايوه وبعدين راح جايب حط على بقي بلاستر، مش بلاستر، الشريط السلوفان عمل لي بيه. وايدني ايديا ورجليا. ايوه وانا قعدت برضه اقطع النفس لمده كده 10 دقايق لغايه لما لقيت مفيش حس في الشقه. فتحت عيني لقيته مش موجود. ايوه لقيته اخد الخزنه فيها حوالي مليون ونص جنيه ذهب. يعني الذهب اللي فيه يسوى مليون ونص، قيمته حوالي مليون ونص. ايوه واخد 2 موبايل. ايوه واخد الذهب اللي كنت لابساه. ايوه وكان مغطي وشه ملثم، ما شفتيش وشه هو بس عينيه بس اللي باينه كله اسود. ايوه وبعدين اعمل ايه؟ اول حاجه رحت نزلت اللازق اللي على بقي. ايوه وبسناني قطعت. أيوة. اللازق اللي على ايديا. ايوه وبعدين فكيت بقى اللي رجليا. ايوه